بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام المجدد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. علاقة هذا الباب بما قبله أن الباب السابق باب لا يرد من سأل بالله، خطاب للمسؤول ألا يرد من سأل بالله تعالى وأسمائه وصفاته. أما هذا الباب فهو خطاب للسائل ألا يسأل بوجه الله تعالى إلا أهم المطالب وأعظم المقاصد وهي الجنة، وألا يسأل بوجه الله تعالى المطالب الدنيوية. أما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد فهي أن من تعظيم أسماء الله تعالى وصفاته ألا يسأل بوجه الله تعالى شيئا من المطالب الدنيوية، بل يسأل بوجه الله تعالى أهم المطالب وأعظم المقاصد والغايات وهو الجنة. ثم قال المؤلف رحمه الله: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. قوله لا يسأل روي بالنفي والنهي، لا يسأل ولا يسأل، والنفي أبلغ لأنه مضمن معنى النهي، أي أن هذا لا يقع ولا يسوغ أن يقع لما يجب من تعظيم الله تعالى وتعظيم أسمائه وصفاته. وقوله لا يسأل بوجه الله، هذه الجملة لها معنيان: المعنى الأول أن المراد النهي عن سؤال أحد من المخلوقين بوجه الله تعالى، فإذا أردت أن تسأل أحدا من المخلوقين فلا تسأله بوجه الله، لأنه لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، والخلق لا يقدرون على إعطاء الجنة فلا يسألون بوجه الله مطلقا. والمعنى الثاني أن وجه الله تعالى لا يسأل به إلا أعلى المطالب وأعظم المقاصد وهو الجنة وما يستلزم دخولها، كقوله: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، أو اللهم إني أسألك بوجهك أن تنجيني من النار، لأن الإنسان إذا نجا من النار دخل الجنة. وأما أمور الدنيا فلا تسأل بوجه الله. وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث جابر رضي الله عنه قال: لما نزل قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. قال: هذا أهون أو أيسر. وقوله بوجه الله، الوجه من صفات الله تعالى الذاتية الثابتة له على وجه الحقيقة من غير تكييف ولا تمثيل. وقوله إلا الجنة، الجنة مأخوذة من الجن وهو الستر والتغطية، وهي في الأصل البستان الكثير الأشجار، سميت بذلك لأنها تجن من فيها، أي تستره لكثرة أشجارها. والجنة هي الدار التي أعدها الله تعالى في الآخرة للمتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقوله إلا الجنة أي أو ما كان وسيلة إليها من المقاصد العظام. مناسبة هذا الحديث
للباب أن فيه النهي عن السؤال بوجه الله تعالى غير الجنة. أما فوائده فيستفاد منه أولا وجوب تعظيم الله تعالى وأسمائه وصفاته، ومن فوائده جواز سؤال الجنة والأمور الموصلة إليها بوجه الله، ومن فوائده المنع من أن يسأل بوجه الله تعالى شيئا من أمور الدنيا، ومن فوائده إثبات الوجه لله تعالى على الوجه اللائق به. ثم قال المؤلف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب. الثانية إثبات صفة الوجه. وقوله رحمه الله فيه مسائل بالجمع ولم يذكر إلا مسألتين، ويجاب عن هذا من أحد وجهين. الوجه الأول أن المؤلف رحمه الله عبر بالجمع لتكون عبارته مضطردة في جميع الأبواب مع قصد المثنى، فيعبر بذلك في كل باب سواء كان فيه مسألتان أم أكثر. والعرب تطلق لفظ الجمع وتريد به المثنى، كما قال الله تعالى: فقد صغت قلوبكم أقل الجمع اثنان. ويؤيده قوله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس، والمراد اثنان فأكثر، والوجه الأول أولى. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في اللو. علاقة هذا الباب بما قبله أن المؤلف رحمه الله لما ذكر في الباب السابق أن من تعظيم أسماء الله تعالى وصفاته ألا يسأل بوجه الله تعالى إلا الجنة، ذكر في هذا الباب أن من تعظيم أسماء الله تعالى وصفاته عدم الاعتراض على قضاء الله تعالى وقدره، وذلك باستعمال لفظ لو الذي يفيد الاعتراض. أما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد فهي أن من تعظيم أسماء الله تعالى وصفاته التسليم التام لقضاء الله وقدره، وعدم الاعتراض على ذلك بقول لو، لأن فيه نوع اعتراض ونوع ضعف إيمان بقضاء الله تعالى وقدره. وقوله باب ما جاء في اللو، أدخل المؤلف رحمه الله أدخل على لو، وهي لا تدخل إلا على الأسماء ولا تفيد تعريفا هنا، لأن المقصود بها اللفظ، أي باب ما جاء في هذا اللفظ. وأطلق المؤلف رحمه الله الترجمة ولم يذكر الحكم، لأن الغالب أن المؤلف رحمه الله إذا كان الحكم يحتاج إلى تفصيل أو فيه خلاف فإنه لا ينص على الحكم، بل يذكر الترجمة مطلقة. وفي هذا الباب لم يجزم المؤلف رحمه الله بالحكم، لأن الحكم هنا يحتاج إلى تفصيل، وذلك أن استعمال لفظة لو تقع على قسمين: مذموم ومحمود. فأما المذموم فأن يقع منه أو عليه أمر لا يحبه، فيقول لو أني فعلت كذا لكان كذا، فهذا من عمل الشيطان، لأنه يتضمن محذورين: المحذور الأول أنها تفتح عليه باب الندم والسخط والحزن الذي ينبغي له إغلاقه وليس فيه منفعة. المحذور الثاني أن في ذلك سوء أدب مع الله تعالى، فإن الأمور والحوادث كلها دقيقها وجليلها بقضاء الله وقدره، وما وقع من الأمور فلا بد من وقوعه ولا يمكن رده،
فكأن في قوله لو كان كذا أو لو فعلت كذا لكان كذا كأن فيه نوع اعتراض وضعف إيمان بقضاء الله تعالى وقدره. واعلم أن استعمال لو بالمعنى المذموم يرد على أوجه وكلها محرمة. الوجه الأول أن تستعمل في الاعتراض على القدر، كقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، أي لو لم يضربوا في الأرض ما ماتوا، ولو كانوا عندنا ولم يخرجوا للغزو ما قتلوا، فاعترضوا على قدر الله عز وجل. الوجه الثاني أن تستعمل في الاعتراض على الشرع، كقوله تعالى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، أي قال المنافقون حين تخلفوا أثناء الطريق في غزوة أحد واستشهد 70 رجلا من المسلمين، قالوا لو سمعوا مشورتنا عليهم بالقعود وعدم الخروج ما قتلوا مع من قتل. الوجه الثالث أن تستعمل في الاحتجاج بالقدر على المعصية، كقوله تعالى عن المشركين وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، وقال عز وجل سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. الوجه الرابع أن تستعمل للندم والسخط والحزن، كقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. الوجه الخامس أن تستعمل في تمني الشر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يتمنى الشر لو أن لي مال فلان لعملت به عمل فلان، قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو بنيته فهما في الوزر سواء. وأما القسم المحمود من استعمال لو فيرد على وجهين: الوجه الأول أن تستعمل في تمني الخير فهذا خير، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الذي يتمنى الخير لو أن لي مال فلان لعملت به عمل فلان، قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو بنيته فهما في الأجر سواء. الوجه الثاني أن تستعمل في الخبر المحض، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم، فهذا من باب الخبر المحض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أمرا لم يقدره الله تعالى. وأما استعمال لو من حيث اللغة والمعنى فترد على أوجه يأتي بيانها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. أسأل الله تعالى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يوفقنا للهدى والصلاح، ويجعلنا قادة هدى وإصلاح، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحبه ويرضاه، وأن يديم علينا أمننا ورخاءنا واستقرارنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.